لحظة من فضلك، لو الفيديو ده انت فتحته اعرف ان ده اشارة من ربنا ليك. انا عارفة انك قلبك مخنوق والدنيا كلها جاية عليك والابواب كلها متقفلة في وشك، بتدعي ومفيش استجابة. صلي على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جه ادانا الحل في كلمتين: الاستغفار والصلاة على النبي. الاستغفار بينظف قلبك من الذنوب اللي بتمنع رزقك، والصلاة على النبي بتنزل لك رحمات ربنا 10 أضعاف مضاعفة. الساعة دي مش درس، جلسة روحانية بينك وبين ربنا. اسمعها للآخر، وفي آخر الفيديو بإذن الله هديك واجب تحله، وبفضل الله 7 أيام وهتيجي تقول لي الله يبارك لك يا سمسم. هنتكلم في أول جزء عن الاستغفار. يعني إيه استغفار؟ الاستغفار مش بس باللسان وخلاص، بتقول يا رب أنا غلطان، يا رب أنا ندمان، مش هرجع تاني، سامحني. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالغفار عشان هو بيحب يغفر الذنوب اللي انت كل شوية بتقع فيها وبتقول استغفر الله. ربنا سبحانه وتعالى جابها صريحة في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بيمسح الذنوب، بيشيل الذنوب اللي على قلبك، الهم اللي على قلبك، بيرزقك بالمطر والرزق، بالفلوس، بالشغل، بالبركة. بيمددك كمان بالبنين، سواء بقى زواج، سواء عيال، ذرية صالحة، عيلة. يفك كربك. في حديث بيقول: من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. هتيجي تقوليلي او تقولولي يا سمسم احنا عايزين نواظب، هنعمل ايه؟ هنبتدوا بأول حاجة في اليوم، ألف بس 1000 مرة في اليوم. بنقسمها بعد كل صلاة 200 استغفار. وأحسن وقت هو وقت السحر قبل الفجر، وبالأسحار هم يستغفرون. الصيغة اللي احنا نستغفر فيها ممكن استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، ممكن استغفر الله العظيم واتوب اليه. ممكن نقول سيد الاستغفار اللي هو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تمام. ننتقل للجزء الثاني بتاع الصلاة على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على حبيبك النبي، اللهم صل على النبي. انت ممكن تقول الصيغة بتاعت اللهم صل على النبي، ربنا يصلي عليك 10 مرات. تمام. الصلاة ربنا، صلاة ربنا 10 رحمات، 10 مغفرة، 10 درجات بتنزل عليك فورا. ايه اللي بيغير في حياتك او ايه التغيير في حياتك؟ راح صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام وبيسأله: اجعل لك صلاتي كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. يعني ايه؟ يعني تكفى همك يعني اي مشكلة هتتحل، ويغفر ذنبك يعني قلبك هيبقى مطمئن. تمام. قرب من النبي. يوم القيامة الناس اللي هم هيبقوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم ان هم اولى الناس بيه اكثرهم عليه صلاة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لما تيجي تدعي خلي اول ما تبتدي واخر ما تنتهي وفي النص الدعاء، ان شاء الله هيكون مستجاب. تمام. ازاي بقى نلتزم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابسط حاجة نرددها: اللهم صل على محمد. نخلي لينا ورد يومي، ممكن 300 مرة في اليوم، 500 مرة في اليوم، أو 1000 مرة في اليوم.
اللي تقدر عليه. خلي او اول مثلا اسبوع، اول اسبوعين لغايه ما تتعود، حاجات بسيطه، ما نضغطش على نفسنا. تمام. بيبقى معاك بقى الاستغفار والصلاه على النبي طول اليوم بقى. سواء بقى في البيت، اكل شرب بتعملوا بتنضفوا، الشغل بقى في المواصلات، نازلين تشتروا حاجه، هي معاكوا السبحه الالكترونيه، رخيصه مش غاليه. وممكن السبحه العاديه. تمام. ممكن بايدينا لو معناش كل ده. استغفر الله استغفر الله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. تمام. وده انتهى الجزء بتاع الشرح التفصيلي للالتزام بالاستغفار والصلاة على النبي. نقول لكم بقى قصص حقيقية وردت عن أقوال أصحابها عشان نتشجع اللي احنا نداوم على الاستغفار والصلاة على النبي. عارفين دول مفاتيح الفرج، فلازم نستغلها يا جدعان. ده اللسان ما بيتعبش. بدل ما نحزن على اللي فات، بدل ما نقول يا ريتني ونصيبي، لا، الاستغفار والصلاة على النبي هتلاقي حياتك مرتاحة جدا. وعن تجربة هحكي لكم قصتي انا الاول. انا كل ما بستغفر مع الاستغفار ربنا بيرزقني بمال. مثلا بكون محتاجة حاجة، فانا معيش فلوس، فلما بستغفر ربنا بيرزقني من حيث لا احتسب. وحاجة كمان، لما بستغفر انا كان نفسي في موبايل وربنا كرمني بموبايل. يعني عمري ما مسكته في حياتي بفضل الصلاة على النبي والاستغفار. بس اكتر حاجة الاستغفار، انا مواظبة على الاتنين، بس اكتر حاجة الاستغفار الحمد لله. تمام. عايزة اقول لكم برضو حاجة تانية، ان الاستغفار بينظف الذنوب ازاي، او بيعمل ايه جوانا. هقول لكم تشبيه او مثال. بنجيب كوبايه الشاي سودا، ونجيب كوبايه الميه بيضه. هنقول ان كوبايه الميه دي هي الاستغفار. تمام. ونقول كوبايه الشاي دي هي ايه؟ الذنوب. ماشي. هندلق الميه على الشاي حبه 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 حبه، فتلاقي ان اللون بيخف. تمام. الاستغفار لما احنا بندوب عليه بيدوب الذنوب. طب لما الشاي كله ابيض، معنى كده ان الذنوب ايه؟ خفت، مفيش ذنوب. هتلاقي بقى فروجات وفتوحات، هتلاقي البيت هادي، هتلاقي ان انت مش فارق معاك الدنيا، زاهد الدنيا، هتلاقي نفسك راضية، هتلاقي ربنا بيفتح لك الابواب المغلقة، هتلاقي نفسك ناس بتدعي لك، هتلاقي نفسك معاك فلوس من حيث لا تحتسب، هتلاقي مثلا انت شغلك واقف فربنا بيفتح لك الشغل، مصادر شغل، هتلاقي نفسك مثلا ما اتجوزتش ربنا بيبعت لك رزقك، هتلاقي مثلا في موضوع العرسان مثلا لما بيجوا، فانت لما بتدعي كمان عشان انت قريب من ربنا ومفيش ذنوب، فبتقول يا رب اذا كان فلان او فلانه دي خير لي قربه او بعده، حتى لو الموضوع شغال فهتلاقي بعد، بس بعدين بتقولي الحمد لله يا رب ان انا يعني نورت لي بصيرتي، بعدت الموضوع ده عشان انا ما كنتش هكمل فيه، او ما كنتش هقدر اتعامل مع الناس دي. الموضوع ده عن تجربة ليا برضو. انت كل ما تكون قريب من ربنا بالذكر وبالعبادة، ربنا بينور بصيرتك وبينور طريقك، ويبعد عنك الناس اللي انت ما كنتش هتستحمل في وجودهم في حياتك. تمام. ربنا بيرضيك بالحته التانية، ان انت تكون زاهد الحياه، ان انت بتحب الخير، ان ربنا بيرزقك شغل، بيرزقك فلوس، حتى لو انت في بيتك. اه والله حتى لو انت في بيتك. نرجع بقى ونكمل بقى القصص اللي معانا عن الاستغفار وعن الصلاة على النبي. صلوا بينا على النبي في الكومنتات واستغفروا، ويجعلها يا رب صدقة جارية لينا وليكوا يا رب. هناخد القصة اللي معانا. فين يا بنتي يا سمكة؟ بصوا بقى، بيقول انا من اسكندرية، وكان عليا دين بحوالي 150,000 جنيه. كل شوية اقعد اجرب حاجة، تمام، واسأل الناس، ومحدش واقف جنبي. فربنا رزقني والهمني بالاستغفار والصلاة على النبي. الاستغفار في اليوم 100 مرة، والصلاة على النبي 100 مرة في اليوم. بيقول انا بعد 3 شهور بالصدفة كان في ناس بتشتغل معايا بس قديمة، كان عليها فلوس وانا كنت ناسي،
فاتصلوا بيه وقال له تعالى يا عم الحاج ايه، خد فلوسك اللي ليك عندنا عشان احنا كنا ناسيين. ده بسبب الاستغفار والصلاة على النبي اتسد دينه بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. قصة تانية عن تأخر الزواج. تمام. بتقول انا عندي 36 سنة، كل ما عريس يجي بيتفشكل الموضوع. فبتقول انا قعدت بتاع 40 يوم التزم بسورة البقرة. ان شاء الله سورة البقرة هبقى اعمل حلقات ليها باذن الله، عشان اخذها بركة وتركها حسرة. هي التزمت بسورة البقرة، والتزمت بألف استغفار، والتزمت بألف الصلاة على النبي يوميا. بتقول في اليوم ال38 اتقدم لي راجل محترم، دلوقتي عندنا طفلين، والحمد لله ربنا اداني احسن ما كنت اتمنى. ده بالنسبة لتأخير الزواج. في قصة تانية، الشفاء من المرض. ست كبيرة عندها كانسر في مرحلة متأخرة. الدكاترة قالوا لي ان انتي مرحلتك او حالتك حرجة خالص. فبتقول بنتي بدأت بنتها بنت المريضة بدأت بتقوم الليل وتقعد تستغفر 2000 مرة وبتصلي على النبي 1000 مرة بنية ربنا يشفي مامتها. بيقولك بعد 6 شهور راحت تعمل تحاليل، لقيت التحاليل نظيفة، والدكاترة بيقولوا ازاي ده، انتوا عملتوا ايه ولا خدتوا دواء ايه؟ البنت قالت انا التزمت على الاستغفار وعلى الصلاة على النبي. في قصة تانية معانا. القصة اللي معانا بتقول انا ربنا كرمني ببيت بسبب الاستغفار. بتقول انا اسمي ام سارة من المنوفية، ست عندها او ست عندي يعني 45 سنة، جوزي سواق على توك توك ودخله 150 جنيه في اليوم بالعافية، ساكنين في أوضة وصالة بالإيجار 1000 جنيه، وبنتي الكبيرة سارة عندها 22 سنة ومخلصة كلية وقاعدة في البيت ومفيش شغل ومفيش جواز. أم سارة بتقول كنت كل يوم أعيط وأنا بغسل المواعين وبقول يا رب هفضل كده لحد امتى؟ نفسي افرح ببنتي قبل ما اموت، ونفسي يبقى عندي بيت ملك بدل الايجار اللي بياكل نص المرتب بتاع جوزي. بتقول في يوم كنت بسمع شيخ على الراديو وبيقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فبتقول انا قمت جري وجبت ورقة وقلم، وقالت ان انا هستغفر في اليوم 2000 مرة. تمام. مش هبطل غير لما اشوف الفرق. راحت كده بتقول اللي انا بعد الفجر بستغفر 500 مرة، وبعد العصر بستغفر 500 مرة، وقبل ما انام بستغفر 1000 مرة. عدى شهر ومفيش حاجة، عدى شهرين وبرضه مفيش حاجة. في بداية الشهر الثالث جارهم اللي فوق مات، وولاده كانوا عايشين برا مصر عايزين يبيعوا البيت او يبيعوا الشقة بسرعة عشان هما هيرجعوا تاني للبلد اللي هما عايشين فيها. الشقة كانت عبارة عن اوضتين وصالة، كانت ب350 ألف جنيه، والسعر ده مستحيل كبير علينا او كبير عليهم. تمام. ابن الجيران شاف جوز ام سارة وقال له ايه يا عم الحاج، لو معاك 50,000 مقدم ادفعهم وقسط الباقي على 5 سنين. جوزها راح لها بيجري هنعمل ايه دلوقتي، معناش حتى 10,000 جنيه. في نفس اليوم ام سارة قالت له استغفر يا حاج، استغفر يا ابو سارة. المهم الراجل قعد يستغفر. في نفس اليوم معداش، هو نفس اليوم اخو جوزها اتصل بيه وقال له ايوه يا ابو سارة، انا عارف ان انت عايز تشتري شقة. تمام. اختي قالت لي فانا هبعت لك 60,000 جنيه، سد بيهم ايه دينك واستر نفسك. خدوا الشقة وسارة اشتغلت
في حضانة جنب البيت مرتب كويس. وبعدها ب6 شهور اتقدم لها مهندس من نفس البلد بتاعتهم. بتقول ام ساره وهي بتحكي: انا ما كنتش بعمل حاجه اني بستغفر 2000 مره في اليوم، مش بنيه ان يجيبولي بيت او يجيبولي حاجه، انا بنيه ان ربنا يكون راضي عني. تمام. وربنا كرمني ونولي البيت، والبنت اتخطبت، وده كان حلم كان مقفول بقاله 20 سنة. تمام. ها، مش ناوي تستغفروا؟ ها، مين اللي هيبتدي يستغفر؟ مين؟ دي علامة من ربنا، دي إشارة، اوعوا تضيعوها، اوعوا تضيعوها. القصة اللي بعد كده آه، ب... بتقول انا كنت بردد الصلاة على النبي كتير، وربنا فك كربي وهدالي ابني. لا لا، في قصة غير القصة دي، في قصة تانية. بيقول انا كنت بردد الصلاة على النبي كتير. تمام. اسمه محمد من القاهرة، عنده 30 سنة، خريج تجارة. كل ما بيقدم على شركة أو في شركة بيترفض، وكان مديون لأصحابه ب25,000 جنيه. كل ما بيدعي يقول: يا رب عايز أشتغل، يا رب. بحس إن الدعوة اللي لما بدعي ما بتوصلش لربنا. راح للشيخ واشتكاله وقال له: يا شيخ، انا مش عارف اعمل ايه. الشيخ قال له: خليك دايما تردد الصلاة على النبي، ما تبطلش صلاة على النبي. محمد قال له: خلاص انا هنجرب. مسك المسبحة بتاعته وقعد يسبح اللهم صل على النبي 1000 مرة في اليوم. كان وهو رايح مثلا انترفيو عمل بيقول 100 مرة، وهو راجع 100 مرة، وهو قاعد زهقان بيقول 300 مرة، وقبل ما ينام بيقول 500 مرة. بيقول في الأول إن أنا كنت بقولها بلساني، بس بعد أسبوعين بقيت بحس إن أنا بكلم الرسول عليه الصلاة والسلام. بقيت أهدى حتى أنا مفلس. بيقول إن الفرج جاله بعد 40 يوم بالظبط من الالتزامه بالصلاة على النبي. جاله اتصال من رقم غريب: انت محمد، احنا الشركة كنا محتاجين محاسب، والسي في بتاعك وقع تحت ايد المدير بالصدفة، تعالى بكرة ما تتأخرش. راح الانترفيو، المدير سأله بيقول له: ايه انت بتصلي على النبي كتير؟ محمد اتخض: انت عرفت ازاي ان انا بصلي عليه الصلاة والسلام؟ المدير ضحك وقال له: انت وشك منور يا محمد، ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، كل اللي ليه نبي يصلي عليه. فمحمد المدير بيقول لمحمد: انت مقبول. تمام. المرتب كان 12,000 جنيه غير التأمينات. وأول دين محمد خده سد جزء من فلوسه إلا على أصحابه. وبعد سنة من الشغل بقى مدير الحسابات. محمد كان بيتكلم وبيقول ان محدش هيشوف السي في بتاعي بالصدفة، او كانت صدفة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي دعوة النبي يعني بيقول: تكفى همك ويغفر ذنبك. ليه؟ لما تصلي على النبي كتير وتلتزم الصلاة على النبي. همي كان الشغل، والحمد لله ربنا كرمني بالشغل. القصة اللي بعد كده جمعت بين الاستغفار والصلاة على النبي، وحصل لها معجزة. اسمها الحاجة فاطمة، وهي من دمنهور. بتقول عندها ابن وحيد اسمه يوسف، عنده 19 سنة. يوسف دخل في طريق المخدرات وساب البيت وقطع مع أمه، وبقاله سنة برا البيت. الحاجة فاطمة كل يوم بتروح المقابر تعيط على ابنها وهو عايش، وبتقول: كنت بدفنه وهو حي. الست جارتها قالت لها: مفيش ابن بيضيع عند ربنا.
بتقول لها التزمي بالصلاة على النبي والاستغفار بنية ان ربنا يرجع لك ابنك. الحاجة فاطمة بدأت بعد كل صلاة بتستغفر ربنا 100 مرة، وبتصلي على نبي 100 مرة، وقيام الليل ركعتين، وبتدعي ليوسف بالاسم، وكانت بتصوم اثنين وخميس. قعدت على الحال ده 8 شهور ومفيش اي خبر عنه. جايلها بقى الفرج، وبتقول في ليلة الجمعة الساعة 2 الباب بيخبط، فتحت لقيت يوسف واقف قدامي خاسس وهدومه متبهدلة، وهو بيعيط زي الأطفال، ويقول لها يما حقك عليا، أنا كنت في مصحة علاج إدمان في اسكندرية، واحد شيخ هناك قعد يصلي على النبي قدامي كل يوم لحد ما قلبي هلان وهربت وجيتلك. يوسف بطل من نفسه ودخل مرحلة أو مركز تأهيل، واشتغل دلوقتي سواق، وبقى هو اللي بيصلي على النبي وهو سايق. الحاجة فاطمة بتقول أنا ما استغفرتش عشان يوسف يرجع، أنا استغفرت عشان ربنا يرضى عننا، فلما ربنا يعني رضى عننا رجع لي ابني أو رجع لي ابني. تمام. انتوا خدتوا بالكم ان الاستغفار دايما بيجي مع حتة الفلوس، يعني عايزة بيت فتلاقي سبحان الله بالاستغفار ربنا يجيب لك البيت، عايز عمل برضو بالاستغفار يجيب لك العمل، مديون برضو بالاستغفار، عايز فلوس بالاستغفار، الاستغفار بيوسع الرزق، الاستغفار بيرزقك بالزوج والزوجة الصالحة. بالصلاة على النبي كمان بتشيل الهم وبتشيل الغم. معانا قصة تانية، وأسيبكم تصلوا على النبي وتستغفروا في الكومنتات. القصة اللي معانا التانية، ما تنسوش تصلوا على النبي وتستغفروا. القصة اللي معانا التانية بيقول ان انا فلست، تمام، هو بسبب الاستغفار والصلاة على النبي حياتي عادت من جديد. طبعا انا مغيرة الاسماء احتفاظا لاصحاب القصة الرئيسية. اسمه الحاج محمد من دمنهور، كان عنده محل ادوات كهربائية كبير سنة 2020. الدنيا وقفت بسبب كورونا، المحل اتقفل والبضاعة باظت وعليه شيكات تصل ل800 ألف جنيه. بيقول ان انا اتحبست 3 شهور بسبب الشيك، ولما طلع مراته واولاده كانوا سابوا الشقة وراحوا سكنوا عند مين؟ عند اهله. بيقول كنت بنام في الجامع بالجلابية اللي كانت عليا، وكنت بقول يا رب انا خسرت كل حاجة. امام الجامع شافه، كان كل يوم بيصلي وبيدعي وهو بيعيط. المهم قال له يا كريم انت خسرت فلوسك، بس انت لسه معاك مفتاح، انت لسه ما استعملتهوش. فقال له المفتاح ده ايه يا شيخنا؟ قال له ان انت تلتزم الاستغفار وتصلي على النبي. الحاج محمد قال خلاص انا هعمل ورد طالما انا قاعد فاضي اكنه شغلي بالظبط. عمل ورد في اليوم 3000 استغفار. استغفر الله، كان بيقول يعني استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. وكان بيصلي على النبي في اليوم 1000 مرة بصيغة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أقسمهم ازاي بقى؟ بعد الفجر 1000 استغفار، بعد الظهر 1000 استغفار، قبل النوم 1000 استغفار، والصلاة على النبي وهو ماشي في الشارع بيدور على الشغل كان بيصلي على النبي. بيقول عدى 5 شهور على الحال اللي هو فيه، مفيش شغل بس قلبه بقى أهدى من الأول.
بيقول في الشهر السادس وانا كنت قاعد على القهوة بدور على شغل في الجرايد، واحد جنبه سمعه وهو بيستغفر كتير. الراجل ده كان صاحب مصنع ادوات كهربائية يعني. بيقول له انت شكلك امين. بيقول المصنع عندي اتسرق والمحاسب هرب بالفلوس، وكنت عايز حد يمسك الحسابات وانا اضمنه برقبتي. الحاج محمد مسك الحسابات لصاحب المصنع ده بمرتب كام؟ 4000 جنيه في الشهر. ده من 2020 يعني، ما شاء الله كان مرتب كبير حلو. بيقول بعد 3 شهور اكتشف سرقة تانية ووفر على المصنع 200 ألف جنيه. يعني عم محمود ده أو الحاج محمود لما مسك الحسابات، تمام، خد باله ان في سرقة هتحصل، تمام، فبلغ بيها ووفر على المصنع ضياع 200 ألف جنيه. صاحب المصنع قال له يا حاج محمد، طالما انت امين وكنت يعني وقفت حاجة كانت هتسبب على المصنع خسارة، فانا هعمل يعني ايه مشاركة معاك او شراكة معاك، تمام، وهديك 30% من نسبة المصنع، تمام. دلوقتي الحاج محمد عنده شركة باسمه وسدد الديون اللي كانت عليه ورجع مراته وولاده واشترى فيلا كده صغيرة على قده. بيقول 800 ألف راحوا عشان قلبي كان متعلق بيهم. ربنا خدهم مني عشان يديني شركة الاستغفار، نظف قلبي والصلاة على النبي فتح لي باب رزق عمري ما كنت أحلم بيه. واخدين بالكم من الصلاة على النبي من الاستغفار؟ مين اللي ناوي يبدأ؟ دي رسالة من ربنا ليك عشان ربنا يفك كربك ويتحقق اللي نفسك فيه. القصة اللي بعد كده بتتكلم عن العقم اللي هي بقالها كتير ما بتخلفش، ولما التزمت بالذكر ربنا كرمها. القصة بقى بتقول أنا اسمي أميرة من القاهرة، متجوزة بقالي 12 سنة ومفيش حمل. لفيت على كل الدكاترة في مصر وبره مصر، والتحاليل مفيش أمل خالص. عملت 4 عمليات حقن مجهري وفشلت. صرفت فوق 400 ألف جنيه. أهلي جوزي كان بيضغطوا عليا بطريقة جامدة، وكانوا بيضغطوا عليه هو كمان عشان يتجوز واحدة تانية. بتقول كنت بشوف أي ست شايلة طفل في الشارع بدخل أعيط في الحمام، كنت حاسة إن ربنا نسيني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في عمرة، لما راحت عمرة ست كبيرة قالت لها في الحرام يا بنتي بطلي تدوري على الدكاترة، بطلي تروحي على الدكاترة وروحي على رب الدكاترة. الواحد بيعيط. امسكي في الاستغفار والصلاة على النبي بنية الذرية، تمام. بتقول رجعت لمصر وبدأت كل يوم جمعة كل يوم جمعة صيام زائد 2000 استغفار والصلاة على النبي 1000 برضو، 1000 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام و2000 الاستغفار. كانت كل يوم سورة البقرة، وكانت بتقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع عليم. كان بتقولها 100 مرة. قبل ما تنام كان بتصلي على النبي لغاية ما تنام. بتقول فضلت على الحال ده 11 شهر بالظبط على الورد ده. جوزها كان بيصلي معاها، تمام. في الشهر ال 12 يعني يعتبر سنة، في الشهر ال 12 وهي بتصلي الفجر حست تعب شديد. راحت عملت تحاليل طلعت حامل. سبحان الله، 12 شهر. الدكتور اتصدم، ده مستحيل طبيا، الرقم عندك كان رافض رافض رافض. سبحان الله. حملت في توأم. سبحان الله يا رب، بنت وولد.
اي حد عايز ربنا يكرمها بالجواز تستغفر وتصلي على النبي. اي حد عايزه ذريه تستغفر وتصلي على النبي. روح قول لمراتك، روح قول لجيرانك استغفروا، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. حملت في توأم بنت وولد، وبتقول وهي شايلاهم الدكتور قال لي مستحيل، بس اللي قال هو عليا هين. معجزة. المستحيل. بيقول هي بتقول انا ما وقفتش استغفار ولا صلاة على النبي لحد ما ربنا اداهم لي. القصة اللي بعد كده، ولا خلينا في قصة أميرة والحمل. ربنا يا رب يبارك لها فيهم ويجعلهم من ذرية صالحة. فأكثروا من الاستغفار، أكثروا من الصلاة على النبي. مفاتيح ربنا ادهلنا ومش هنتعب فيها. ألزموا الاستغفار، التزموا الصلاة على النبي حتى لو بورد قصير. تمام. القصة اللي بعد كده بتحكي عن حاجة فاطمة وابنها. تمام. فين يا بنتي يا سمكة؟ صلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لك ياسر، هو اسمه ياسر، شاب من اسكندرية، عنده 27 سنة. كان تاجر مخدرات، معاه فلوس وعربيات وبنات، بس قلبه ميت. أعوذ بالله. ربنا يهدي الشباب يا رب وشابات المسلمين. اتقبض عليه في قضية كبيرة واتحكم عليه ب15 سنة سجن. الله أكبر. أول ما دخل قال حياتي خلصت. تمام. لما دخل الزنزانة بقى من جوه، كان معاه عجوز عنده 70 سنة محكوم عليه بمؤبد. الراجل ده كان معاه مصحف صغير وسبحة. كان كل يوم يصحى الفجر قوم استغفر يا ياسر. ياسر كان بيتريق، استغفر ايه، انا ضعت خلاص. العجوز قال له النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. سبحان الله. ربنا بيفرح بتوبة العبد اكتر من مرة. ياسر زهق وبدأ يقول استغفر الله العظيم 1000 مرة والصلاة على النبي 500 مرة وهو قاعد على السرير الحديد. بعد سنة ونص بالظبط جاله صدفة من جمعية، جاله محامي صدفة من جمعية حقوق الإنسان. تمام. راجع القضية بتاعته ولقى فيها ثغرة. المهم القاضي خفف الحكم من 15 سنة ل3 سنين عشان حسن السير. ياسر طلع بعد 2.5 سنين. الله أكبر. الله أكبر. طلع من السجن كان محكوم عليه 15 سنة لما التزم الاستغفار والصلاة على النبي. الله أكبر. وكمان لما خففوا الحكم عليه وبقى 3 سنين عشان هو يعني ماشي مظبوط في السجن، طلع بعد 2.5 سنين. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الكل اللي نبي صلى عليه استغفر الله. بيقول طلعت إنسان جديد حافظ القرآن. تمام. حفظت نص القرآن وأنا في السجن. فتح كشك صغير بالحلال واتجوز بنت شيخ المسجد اللي كان بيصلي معاه. الله أكبر. الله أكبر. دلوقتي هو اللي بيروح السجون يحكي للشباب ويقول ليهم أنا كنت مدفون، الاستغفار حفر لي وطلع. معلش القصص صغيرة مؤثرة فيا. بيقول هو كان بيروح للسجون وبيحكي لهم، بيحكي للشباب يقول لي انا كنت مدفون وان الاستغفار حفر لي وطلعني والصلاة على النبي نورت لي طريقي في السجن. كان لعبة. لا حول ولا قوة الا بالله. السجن كان نعمة عشان اتعرف على ربنا.
ويبقى هنا قصتنا دي حتى في الفرج عاملة زي قصة سيدنا يوسف عليه السلام، ان المسجون هيطلع والبعيد هيقرب. هسيبكم وتصلوا على النبي ونرجع تاني بقصة جديدة. هنبتدي ونكمل، بس نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. القصة اللي بعد كده بتقول أن ربنا رفع عني الظلم بسبب الاستغفار والصلاة على النبي. أستاذة منى من السعودية، مدرسة ومديرة المدرسة، كانت بتكره أستاذة منى خالص. منى شاطرة في مجالها. مديرة المدرسة دبرت ليها مكيدة ولبستها تهمة بتزوير الدرجات، وهي أساسا مظلومة 100%. بتقول إن أنا انفصلت من شغلي وسمعتي باظت في البلد كلها، وجوزي شك فيا، وأهلها صدقوا الناس. تمام. بتقول أنا كنت بمشي في الشارع، الناس بتشاور عليا وبتقول دي المزورة دي، كنت مموت كل يوم وأنا صح. رفعت قضية بس المحامي باعني وخسرت كل حاجة. في عز الدقيقة سمعت راديو بتاع إذاعة القرآن الكريم وبيقول المظلوم لو قال حسبنا الله ونعم الوكيل مع الاستغفار 1000 مرة مع الصلاة على النبي 500 مرة، ربنا بيتولى قضيتها أو قضيته بنفسه. منى قالت يا رب انت الشاهدي، انت الشاهد الوحيد، مش عايزة حقي، عايزك انت بس يا رب. المهم منى عملت لنفسها ورد من الاستغفار 2000 مرة في اليوم. بتقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وورد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة برضو في اليوم. كانت بتقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكانت بتقول 100 مرة في اليوم حسبنا الله ونعم الوكيل. تمام. بتقول أنا استمريت على الموضوع ده 4 شهور. واحدة كانت بتشتغل مع المديرة اترقت وسافرت برا مصر، وضميرها صح، ضميرها أنبها. تمام. بعتت جواب مجهول للنيابة الإدارية بتسجيل صوتي للمديرة وهي بتعترف إنها دبرت مكيدة لمنى. النيابة العامة فتحت تحقيق من جديد. المديرة اتحبست 3 سنين سجن بتهمة التزوير وتلفيق التهم. ومنى رجعت لشغلها وترقت، جالها اعتذار رسمي من الوزارة في الجريدة. بتقول وهي بتعيط ماشي انا ما دعيتش عليها ولا مرة، ما دعيتش على المديرة ولا مرة. كنت بقول يا رب الاستغفار طهر قلبي من الغل، والصلاة على النبي خلت ربنا هو اللي يجيب لي حقي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. دلوقتي بقت منى هي المديرة بتاعت المدرسة مكانها. صلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. سمعت القصص دي كلها، مين هيلتزم الاستغفار؟ مين اللي هيصلي على النبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنصلوا بينا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على محمد. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام واكثروا من الاستغفار. القصة معانا التانية بيتكلم عم حسن من المغرب، بيقول بفضل الاستغفار وبفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا شفاه من المرض. عم حسن من المغرب بيقول لي عندي 58 سنة، جاله كانسر في الكبد، ربنا يشفيه يا رب ويشفي كل مريض. مرحلة رابعة الله أكبر، وانتشر في جسمي. 3 دكاترة كبار قالوا لولادي جهزوا نفسكم قدامكوش الا شهرين وبس، على اساس ان انا اموت يعني خلال شهرين.
بنتي الصغيرة بنته مريم عندها 16 سنة بتقول له يا بابا، يعني احنا نسمع كلام الدكاترة وما نسمعش كلام ربنا؟ يا بابا ما تيجي نقرب لربنا، ربنا ان شاء الله يشفيه. المهم مريم اتفقت مع ابوها عم حسن وبتقول له ايه رايك يا بابا لما نقرا القران الكريم، نقرا سوره البقره، تمام، وانت هتستغفر وانا اصلي على النبي. المهم عم حسن بيقول انا بستغفر في اليوم 1000 مرة، تمام، طول اليوم يعني بيستغفر 1000 مرة، بيقول استغفر الله واتوب اليه. مريم بتقول الصلاة على النبي 1000 مرة بنية برضو الشفاء لأبوها، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب ويشفي مرضانا. الأم كانت بتقوم الليل بتصلي يعني قيام الليل وابتدى يقول يا رب يا شافي أنت الشافي أنت المعافي، اشفيه واشفي كل مريض. بيقول هنا بقى هتحصل المعجزة، صلوا بنا على النبي واكثروا من الاستغفار. بعد 3 شهور عم حسن طلب يروح يعمل أشعة وتحاليل جديدة، تمام، راح لإيه، تمام، وراح للدكتور، ماشي، فبص على الأشعة وسكت دقيقة، وبعدين الدكتور قال له انت بتتعالج عند مين بره؟ قال له انا معيش فلوس عشان اتعالج. الدكتور قال له الكبد نظيف مفهوش اي اثر للكانسر. سبحان الله يا رب، سبحان الله جل جلاله، دي مستحيل تحصل علميا. عم حسن طلع من المستشفى ماشي على رجله، ولك انا كمان تخنت، وكمان عم حسن بقى امام جامع. اللهم صل على النبي. مريم دلوقتي في كلية الطب وبتقول انا دخلت طب عشان اقول للناس في حاجة اسمها ربنا ونعم بالله. الاستغفار مسح المرض نهائي، والصلاة على النبي جابت الشفاء. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. صلوا بنا على النبي، صلوا بنا على النبي، يا كل مكروب صلوا على النبي، يا كل مهموم استغفر، استغفر الله العظيم واتوب اليه. القصة اللي بعد كده عن الديون، تمام. ابو احمد من مصر بيقول انا فتحت سوبر ماركت كبير بالقسط، جه رمضان عليا، رمضان اللي بعده الاسعار ولعت والناس بطلت تشتري، تمام. اتكومت عليا الديون 600,000 جنيه للتجار، 8 تجار رفع عليا ايصالات امانة، كان مستخبي من المباحث في بيته، تمام. مراته كانت بتبيع عفش البيت حتة حتة عشان يعرفوا ياكلوا. بيقول مراته كانت بتبيع عفش البيت عشان يعرفوا ياكلوا. المهم الراجل ده دخل السجن، كان في واحد معاه مسجون بيقول لابو احمد انت مشكلتك مش في الفلوس، مشكلتك ان انت بعيد عن ربنا. المهم قال له بص تعالى نعمل ورد يومي واحنا قاعدين ما وراناش حاجه في البيت، ما وراناش حاجه في السجن، سوري. المهم كانوا بعد كل صلاه بيقولوا 100 مره الاستغفار، استغفر الله او استغفر الله العظيم واتوب اليه. بعد الاذان والاقامه كانوا بيصلوا على النبي 100 مره. قبل الفجر 100 مرة كانوا بيقولوا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا من فضلك عن من سواك. أبو أحمد كان بيقول كنت بقولهم وأنا بعيط، مش عشان الفلوس، لا عشان ربنا ينجيني. المهم بقى إن شاء الله هيجي الفرج أهو، بيقولك بعد شهرين واحد من التجار الكبار اللي كان ليه 200,000 مات، تمام. عياله جم لأبو أحمد وقالوا له أبونا قبل ما يموت قالوا روحوا لأبو أحمد، تمام، ومسح الديون كلها اللي عليه عشان الراجل ده كان مكروب. الله أكبر،
الله اكبر. المهم قطعوا الايصال قدام عينه اللي هو ب200,000. ماشي، 200,000 راحت من عليه. نفس الاسبوع واحد تاني من التجار كلمه، قال له تعالى خد بضاعة وبيعها وسدد ديونها براحتك. المهم خلال 6 شهور سدد كل ديونه من غير ما يدفع ولا مليم. الله اكبر. ربنا بعت له ناس تسد ديونه. دلوقتي ابو احمد فاتح 3 فروع، وبيطلع كل شهر وبيطلع كل شهر شنط رمضان للغلابة، وبيقول ان الفلوس اللي ربنا سددها، الفلوس اللي ربنا سددها بقيت اطلعها صدقة. الاستغفار فك حبسي، والصلاة على النبي جابت لي اللي يسد عني ديني. الله اكبر الله اكبر. المهم في القصص دي تحس ان في رابط مشترك بينهم. اول حاجة ربنا بيحب العبد اللي بيلح. تمام، يعني الفرج مش هيجيلك من اول اسبوع ولا تاني اسبوع، ممكن بعد شهور او بسنة. تاني حاجة لازم يبقى قلبك نضيف الاول. هتشيل الغل والحقد والكره والذنوب اللي جوه قلبك ازاي؟ بالاستغفار. الاستغفار هو اللي كان حابس الذنوب، هي اللي كانت حابسه، او الذنب هو اللي كان حابس الفرج. فلما الاستغفار يجي بيشيل كل الذنوب، فربنا بيفرجها عليك. خلي دايما النبي صلى الله عليه وسلم وكيلك. لما تكتر من الصلاة على النبي هو اللي بيتولى امرك. لسه ما صليتوش على النبي؟ صلوا على النبي، اكثروا من الاستغفار. صلوا على النبي، اكتبوا في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك على محمد. خلي الدنيا كلها تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ونكمل القصص بتاعتنا. قصة شاب لاجئ بقى مليونير بسبب الصلاة على النبي، وراح من سوريا للسعودية. بيقول أنا أبو عبد الله، شاب سوري. كان عندي معمل خياطة في حلب قبل الحرب. بيته وشغله وفلوسه كل حاجة راحت في القصف. هرب هو ومراته و3 عيال على السعودية عام 2014. وصل لجدة كان معاه 800 ريال بس. تخيلوا، 800 ريال بس. سكن في غرفة تحت السلم ب400 ريال. اشتغل عامل نظافة في مول بمرتب ب1200 ريال. كان بينام 4 ساعات بس عشان يعرف يأكل عياله. بيقول أنا كنت مهندس وبقيت بكنس الزبالة. كنت بدخل الحمام أعيط عشان عيالي ما يشوفونيش مكسور. المهم إمام من المسجد اللي جنب الشغل لاحظ وش أخونا ده. قال له يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير وصبور. تمام، اتمسك بالاستغفار والصلاة على النبي. المهم ابو عبد الله مسك في الكلمتين دول كأنه ماسك في طوق نجاته، فبيعمل ورد. تمام، في المواصلات وهو رايح الشغل بيقول 500 استغفار، وهو بيكنس بيقول 500 الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. متنسوش تصلوا على النبي. المهم بيقول وبعد الفجر كان 1000 استغفار، وفي دعاء كان بيقوله اللهم ارزقني من حيث لا احتسب، اللهم امين. بيقول انا بعد 1.5 سنة صاحب المول شافني وانا بستغفر ربنا وانا شغال بضمير. المهم بيسأله هو انت سوري؟ انت كنت شغال ايه قبل ما تيجي هنا السعودية؟ قال له انا كنت شغال عندي معمل خياطة. المهم صاحب المول قال له انا عندي مصنع ملابس كبير، والمدير اللي كان موجود فيه مشي. ابو عبد الله بقى مدير مصنع بمرتب ما شاء الله ولا قوه الا بالله 15,000 ريال. بعد 3 سنين صاحب المصنع عمل مشاركة معاه، قال له انا هديك
20% من أسهم من الإيه، من الشركة. تمام. دلوقتي عنده 3 مصانع ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ربنا يبارك، في جدة ورياض. وبيشتغل كمان 200 سوري لاجئ. تمام، يعني متغربين في الايه، في السعودية. بيقول ال 800 ريال اللي انا جيت بيهم السعودية بقت 8 مليون ريال. اللهم صل على النبي، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. استغفر الله. الاستغفار مسح الذل اللي جوايا في قلبي، والصلاة على النبي فتح لي ابواب الايه، الملك. واخدين بالكم؟ صلوا على النبي كتير واستغفروا ربنا عشان ربنا يرزقكم المال يا رب من حيث لا تحتسبوا ويرزقكم الشغل. القصة اللي بعد كده، طالبة جابت الأولى على بريطانيا وهي من المغرب. بتقول أنا اسمي فاطمة الزهراء، من بنت مغربية، سافرت بريطانيا عشان أدرس بمنحة في الطب. أول سنة سقطت في 3 مواد، الإنجليزي بتاعها ضعيف والعنصرية كانت كتير هناك في بريطانيا. المهم الدكتورة قالت لها انزلي المغرب، الطب مش ليكي. صلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أبوها في المغرب كان بيبيع خضار عشان يصرف عليها، لو سقطت المنحة دي هتتقطع. المهم كانت بتنام 3 ساعات من العياط والمذاكرة ومفيش فايدة. صاحبتها الباكستانية في السكن قالت لها جربي اللي ماما كانت بتعمله. صاحبتها الباكستانية دي كانت مسلمة على فكرة. بتقول ماما في وقت الشدة كانت بتصلي على النبي كتير وبتستغفر كتير. المهم بدأت فاطمة الزهراء قبل ما تفتح كتاب بتستغفر 100 مرة، قول يا رب افتح لي. وهي بتذاكر بتقول اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام في سرها. بعد كل محاضرة كانت بتصلي على النبي 300 مرة. بتقول ما بقتش بذاكر بس بقيت بحس النبي عليه الصلاة والسلام قاعد جنبي وبيفهمني. آخر السنة دخلت الامتحانات كنت بقول في سري الاستغفار كتير والصلاة على النبي كتير بين كل ورقة وورقة. المهم بتقول النتيجة طلعت وطلعت الأولى على الكلية الطب في الجامعة كلها، وكنت جايبة 98%. الله أكبر الله أكبر. الجامعة كرمتها ونزلت صورها في الجرايد هناك. المنحة اتجددت وكمان خدت مكافأة 10,000 جنيه استرليني. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. دلوقتي دكتورة جراحة في لندن وبتعمل قوافل طبية للمغرب كل سنة ببلاش. ما شاء الله يا دكتورة فاطمة. بتقول مخي كان مقفول بس الاستغفار فتح مخي والصلاة على النبي نورت طريقي. أنا مش شاطرة، أنا مدعومة من السماء. أكثروا من الاستغفار يا جماعة. اللي عايز ينجح، اللي نفسه في كلية معينة، استغفروا وصلوا على النبي، ربنا يمددكم يا رب بالخير كله. القصة اللي بعد كده قصة المدمن اللي تحول إلى داعية إسلامية في أمريكا. اسمه مايكل، أمريكي، أسلم سنة 2018. بس بعد إسلامه بسنة وقع في الإدمان والهيروين والكحول. طلق مراته وخسر شغله كمهندس وبقى عايش في الشارع في نيويورك. كان بينام تحت الكوبري ومعاه مصحف متقطع اداهوله واحد صاحبه في المسجد. في ليلة برد كان هيتجمد من البرد، طلع المصحف بيقرأ أي حاجة، ففتح على آية ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قعد يعيط ويقول يا رب لو انت موجود طلعني من اللي انا فيه. شيخ سوداني في المسجد صغير لقاه واخده عنده، قال له بطل المخدرات ازاي؟ يقول له ابطل المخدرات ازاي؟ الشيخ قال له كلمتين: استغفر لحد قلبك ما يتغسل وصلي على النبي لحد ما روحك تنضف. المهم مايكل بدأ برنامج قاسي على نفسه.
كل ساعة 100 استغفار. كل ما يجيله اشتياق للمخدرات بيصلي على النبي 100 مرة بصوت عالي. قيام الليل كان بيصلي ركعتين قيام الليل ويقول يا رب طهرني، يا رب طهرني، يا رب نظفني. المهم بعد 11 شهر مايكل بطل المخدرات نهائي. الله أكبر. مصحة وجسمه بدون مصحة وجسمه نظيف. يقولك رجع درس هندسة واشتغل وحفظ قرآن كله خلال سنتين. دلوقتي اسمه يوسف مايكل وبقى داعية إسلامية مشهور في أمريكا. بيلف الجامعات ويحكي قصته للشباب المدمنين. أسلم على يدي ما شاء الله فوق 200 واحد. فكان بيقول بالإنجليزي، احنا هنترجمه: أنا كنت ميت، الاستغفار أحياني، والصلاة على النبي ادتني روح جديدة. أغلب القصص اللي برا مصر دي كانت كان في ترابط بينهم. أول حاجة الغربة كسرتهم. كل إنسان متغرب الغربة كسرته. لاجئ بقى، متغرب، مدمن في بلد أجنبي، مفيش أهل ولا سند. كان ليهم مفتاح واحد اللي هو الاستغفار. أكثروا من الاستغفار وأكثروا من الصلاة على النبي، ومفيش وسيط منهم لربنا على طول. العوض بقى كان أكبر اللي يتاخد منهم، يعني كان ربنا بيعوضهم عن الحاجة اللي راحت منهم بزيادة. تمام. ربنا إذا عوض أدهش. انت لسه ما استغفرتش، انت ما بديتش لسه الاستغفار. التزموا الاستغفار صبح وليل. التزموا الصلاة على النبي صبح وليل. ولسه هنكمل القصص. انا حابة اخلي الساعة دي غنية بالقصص عشان تطلعوا منها ان انا لازم استغفر. انا لازم استغفر النهاردة، استغفر دلوقتي، اصلي على النبي، اروح اجيب لي سبحة الكترونية واقعد استغفر ليل نهار، اصلي على النبي ليل نهار، بنية ان ربنا يرضى عني، بنية ان ربنا يغفر لي ذنوبي. ربنا لما بيرضى عنك بيديك الدنيا كلها، بيديك الدنيا بحالها. اكثروا من الاستغفار، اكثروا من الصلاة على النبي، مفاتيح الفرج وإزالة الهم. وهنكمل قصصنا مع قصة من السودان، البيت اللي طار في السيول. تمام. صاحبته بتحكي: انا الحاجة امنة من ام درمان من السودان. الموضوع ده كان 2020. السيول غرقت نص البلد. بيتها الطين وقع كله مرة واحدة. كل عفشها وكل ذهبها والورق البيت شهادات العيال كله راح في الطين. بقت هي وأربع عيال ساكنين في خيمة تبع الإغاثة. جوزها مات في الحادث قبلها بسنة. بتقول كنت بقعد في الطين وألم فيه بإيدي، بقول يا رب حتى التراب اللي فيه ريحة بيتي راح. في شيخ جنب الخيمة بتاعتهم، شيخة يعني جمعت الستات كلهم اللي قاعدين في الخيم، وبتقول اللي بيته وقع يبني ليه بيت في الجنة بالاستغفار والصلاة على النبي. المهم الحاجة أمنة لما سمعت كده جابت سبحة وما سابتهاش من ايديها. بتقول قعدت تستغفر الظهر 1000 مرة، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. العصر من عصر المغرب 1000 صلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بعد العشاء سورة الواقعة بنية الرزق. المهم بعد 7 شهور الفرج جايلها ان شاء الله. منظمة إغاثة كويتية من الكويت جات البلد تبني بيوت الناس اللي اتضررت في السيول. بالصدفة المسؤول الكويتي سأل مين أكتر ست هنا صابرة وبتذكر ربنا. الناس كلها شاورت على الحاجة أمنة عشان كانت دايما بتستغفر وهي شايلة الطوب.
بنوا لها بيت مباني مسلح، اوضتين وصالة وحمام على نفقاتهم كاملة، وفرشوا كل جديد، كله جديد. يقول بعدها بشهرين واحد من فاعلين الخير شاف الفيديو وهي بتحكي قصتها، بعت لها 2000 دولار عشان تعمل بيهم مشروع. فتحت دكان صغير جنب بيتها. دلوقتي عيالها التلاتة في الجامعة و... وفي سنة رابعة وفي الثانوي. بتقول ربنا هدلي بيتي الطين عشان يبنيلي بيت جنة في في الدنيا قبل الآخرة. الاستغفار كان الأساس، والصلاة على النبي بنت البيت. اكثروا من الصلاة على النبي واكثروا من الاستغفار. القصة اللي معانا التانية من الجزائر. اسمها ليلى، بنت من منطقة قبائل في الجزيرة سنة 1994. الكلام ده في العشيرة السوداء. الإرهاب دخلت قريتهم وقتلت أبوها وأخوها قدام عينيها. تمام. هربت هي وأمها و3 إخوات لفرنسا، لاجئين سكنوا في مخيم. أمها جالها جلطة وماتت من القهر. الله أكبر، الله يرحمها. ليلى كانت 19 سنة لوحدها، معاها إخواتها الصغيرين، بتشتغل بتغسل صحون في مطعم باليورو، 5 يورو يعني في الساعة. بتقول كنت بكره اليوم اللي اتولدت فيه، بلدي ضاعت وأهلي ماتوا وأنا غريبة. عجوزة جزائرية في المخيم قالت لها يا بنتي الأرض اللي اتاخدت بالدم بترجع بالدمعة والذكر. بتقول لها استغفري وصلي على النبي بنية الرجوع. ليلى بدأت بالصلاة على النبي 1000 مرة والاستغفار 2000 مرة. كل ما تشوف علم الجزائر تصلي على النبي 100 مرة، تقول اللهم ردني إلى بلدي مردا جميلا. بعد 12 سنة، عام 2006 تقريبا، الحكومة الجزائرية عملت قانون مصالحة ورجعت أراضي الناس اللي هربت. ليلى قدمت ورقها من فرنسا، خدت تعويض زائد أرض أبوها رجعت باسمها وشقة في العاصمة. رجعت الجزائر بنت بنت على الأرض مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم للبنات اليتيمات، وسمتها مدرسة الاستغفار. الله أكبر، أكثروا من الاستغفار والصلاة على النبي. دلوقتي عندها 40 سنة، متجوزة مدرس قرآن وعندها 3 عيال. بتقول أنا ما رجعتش عشان الورق، أنا رجعت عشان الاستغفار رجع قلبي لبلدي، والصلاة على النبي فتح لي بابها، الأبواب. تمام. واخدين بالكم؟ استغفروا، هفضل اقول لكم استغفروا، صلوا على النبي كتير، مفاتيح الرزق والبركه. وهفضل اجيب لكم في قصص عشان ربنا الواحد دي رساله وبأديها، ويا رب توصل لكل انسان، ويا رب يجعله في ميزان حسناتنا الى يوم الدين. بلغوا عننا الاستغفار، بلغوا عننا الصلاة على النبي، بلغوا ولو آية. القصة اللي بعد كده، الموظف اللي اترفد وبقى تاجر من الكويت. أبو خالد موظف بنك كويتي بقاله 18 سنة، مرتبه 1400 دينار. فجأة البنك عمله تصريح عمل وهو من ضمنهم. تمام، يعني مشوه من الشغل. عنده 4 عيال في المدرسة خاصة، وقسط فيلا 900 دينار شهريا. في شهرين اتسحب منه كل حاجة. البنك حجز على الفيلا والعربية، مراته وولاده رجعوا لبيت أهلها. بيقول كنت بقعد في الديوانية فاضي، صحابي بطلوا يسألوا عليا عشان شايفيني فاشل. أبوه الله يرحمه كان دايما بيقوله يا ولدي لزوم الاستغفار والصلاة على النبي تجيب الرزق من البحر. أبو خالد قعد في المسجد بعد الفجر وما بقاش يطلع خالص. عمل ورد لنفسه 10,000 استغفار يوميا. الله أكبر. كان بيجيب عداد إلكتروني، و5000 صلاة على النبي وهو قاعد في المسجد. يقول الناس كانت بتقول اتجنن، بس أنا كنت ببيع
همي لربنا. بعد 40 يوم واحد تاجر عود وبخور شافه في المسجد: انت شكلك امين ومحتاج عندي شحنة عود ب20,000 دينار، وعايز حد شحنة عود، وعايز حد يسوقها يبيعها له يعني، وبالنص. ابو خالد خد البضاعة وبقى يلف بيها على الدكاكين عندهم. ربنا فتحها عليه في سنة واحدة، بقى عنده محل عود، تمام. وبعدها سنتين بقى عنده مصنع عطور. الله أكبر. سدد دينه واشترى فيلا أحسن من الأولى، ورجع لمراته وعياله. دلوقتي بيطلع 10% من مكسبه كل شهر المسجد اللي كان قاعد فيه. بيقول 1400 دينار اللي اتقطع وربنا عوضهم ب14,000 دينار في الشهر. الاستغفار فتح لي باب الرزق، والصلاة على النبي بارك لي في الرزق ده. الخلاصة برضو من القصص كلها ان الحرب والسيول دي كان كلها اسباب ارضية، بس الفرج نزل من 7 سماوات بدون سبب. تاني حاجة الصبر مش سكوت، الصبر هو الاستغفار والصلاة على النبي وانت موجوع. ربنا بيعوض. بيت راح جه بيت احسن منه، شغل راح ربنا بارك لك فيه. وعايزة اقول في الاخر مع جميع القصص، سواء من برا مصر او من جوه مصر، سواء من السعودية والجزائر والمغرب، كل القصص دي في الاخر هدفهم واحد، وبدأوا يلتزموا الاستغفار والصلاة على النبي لغاية دلوقتي. وخلصت قصصنا النهاردة، وعايز اعمل حملة الاستغفار الاستغفار الاستغفار. استغفروا وصلوا على النبي. وكانت معكم سمسم مرجان، واشوفكم في قصص جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.